بسم الله الرحمن الرحيم. اخواتي وحبايبي واصدقائي عشاق متابعين قناة جول كيبر، انا طبعا بعبر عن سعادتي الكبيرة جدا جدا ان انا بلتقيكم من جديد. معانا كم خبر قنبلة قنبلة قنبلة. حدوتة وقصة وسام بالبلدي مش عايز يجيبها البر. كان في موعد من ساعات قليلة في احد المستشفيات الكبرى علشان اللاعب يجري أشعة رنين، لأنه قال إنه لسه مصاب وإنه مش قادر يتدرب. طبيب النادي الأهلي الراجل وصل المستشفى وانتظر اللاعب لم يحضر. طبيب النادي الأهلي حاول يتواصل معاه عبر الهاتف، لقى الهاتف بتاعه مغلق. كلم الكابتن محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي بلغه بالأمر. كابتن محمد يوسف حاول يتواصل مع اللاعب قافل تليفونات. قبل الواقعة دي وأمس تحديدا إداري النادي الأهلي طلب من وسام أبو علي الباسبور بتاعه علشان سفرية تونس. اللاعب اتحجج إن الباسبور مش معاه، رغم إنه كان باعت له رسالة عبر الواتس بيقول له ضروري وأنت جاي تجيب معاك الباسبور. قال له الباسبور مش معايا. اللاعب بيتهرب بالبلدي وبصراحة من السفر مع النادي الأهلي لتونس. طيب بعد الأحداث دي قرار الكابتن محمد يوسف إيه؟ خصم 5% من قيمة عقد وسام أبو علي، وعدم تفعيل الراتب الجديد للاعب. اللاعب بيحصل على 900,000 دولار، الأهلي كان ناوي يرفعه ل1,600,000 دولار. كابتن محمد يوسف خد قرار بتجميد الملف ده، تجميد ملف زيادة راتب اللاعب وخصم 5% من قيمة عقده. اللاعب سيء العند وبالبلدي كده بيستهبل، مع ان النادي الاهلي قدم له كتير جدا. وعلى رأي سيد حمدي لاعب الاهلي وبتروجيت السابق، قال لك مع احترامي قبل رجليه ما تتحط في ملعب مختار التتش ما كانش في اي حد يعلم عنه اي شيء في العالم كله. وطبعا الجملة دي حقيقية، الجملة دي حقيقية. هتقول لي طب الاهلي هيعمل ايه في ملف المهاجم؟ ملف المهاجم الاهلي متمسك بضم عنصر افريقي ومحلي، بس الراجل خوسيه ريبيرو دماغه في حته افريقيه. في لاعب سنه صغير رغم انه لعب كتير جدا، يعني سنه صغير، انا اتفاجئت بسنه ان هو لسه صغير في السن رغم انه لعب فترات طويله. وانتوا دلوقتي لما اقول اسمه هتفتكروه، انا كنت فاكره كبير في السن طلع صغير. الكونغولي مابنزا بيلعب في قطر في الفترة الحالية، وكان بيلعب قبل كده في نادي سيركل البلجيكي والطاي السعودي، وخد هداف الدوري المغربي. هتقول لي كل ده عنده كام سنة؟ عنده 26 سنة. عنده 26 سنة. بس اللاعب ده راح المغرب امتى؟ راح المغرب وهو عنده 18 سنة. راح المغرب وعنده 18 سنة، فلعب في عدد من أندية المغرب. بعد كده راح الطاي السعودي، بعد كده راح سيركل البلجيكي، بعد كده راح معيزر القطري. يعني عشان خرج صغير لعب في المغرب بدري، عمل رحلة في كذا نادي. مابنزا مرشح للنادي الأهلي، ومابنزا خلاص عقده بيخلص مع النادي القطري فري، أو يعني فاضل له حاجة بسيطة واتفق مع النادي إنه يمشي. اتفق مع النادي انه يمشي. الوكيل بتاعه اجرى اتصالات بالنادي الاهلي وعرض اللاعب على النادي الاهلي. طبعا هو كان هداف الدوري المغربي ولاعب هداف ولاعب قوي، بس لسه معروض على النادي الاهلي. لسه الاهلي هيبت في موقفه. بس طبعا كان لازم نقول المعلومه دي ما دام اتعرض على النادي الاهلي. كيفن كارلوس طبعا النادي الاهلي بيفاوضه في سويسرا. جات لنا معلومه من وكيل اللاعب ان بيراميدز يخطط لافساد هذه الصفقه، بمعنى ان بيراميدز تواصل مع نادي بازل السويسري واتكلم معاهم،
وقال لهم خلال التواصل او خلال الميل اللي بعته انه عنده رغبه في الحصول على خدمات كيفن كارلوس مهاجم الفريق. ما اعتقدش ان بيراميدز عايز اللاعب، الهدف انه يغلي الصفقه على الاهلي. ما اعتقدش انه عايز اللاعب، او لو عايز اللاعب كان بعت عرض. بس ممكن يطلع يقول لك لا احنا عايزين اللاعب، احنا هنمشي فيستون مايلي فاحنا عايزين اللاعب، واللاعب متاح والنادي بتاعه قال لك انا فاتح الباب لبيعه وتسويقه، واحنا من حقنا نبعت نستفسر عن اللاعب او من حقنا ندخل في التفاوض. ممكن يكون ده ردهم، بس الواقع ان هم بعتوا ميل لنادي بازل السويسري بيقولوا له طلباتك ايه ودنيتك ايه في اللاعب كيفن كارلوس مهاجم الفريق. طبعا كيفن كارلوس نيجيري معاه باسبور اسباني. مين اللي كشف المعلومه دي؟ وكيله قال النادي بيراميدز بعت يتواصل مع بازل السويسري. بيراميدز برضو اصبح قريب من ابرام صفقه قويه، واللاعب ده هيبقى اعلى راتب في الدوري المصري. بيراميدز بيتفاوض مع الوكرة للحصول على خدمات حمدي فتحي، وهيمنح حمدي فتحي 120 مليون جنيه في الموسم. اعلى راتب في الدوري المصري، اعلى راتب. تقول لي اعلى من رمضان؟ اعلى من رمضان صبحي، اعلى من زيزو، اعلى من زيزو، اعلى من تريزيجيه، اعلى من تريزيجيه. هيبقى اعلى راتب في الدوري المصري، اعلى من امام، اعلى من امام. اعلى راتب 120 مليون جنيه في الموسم. الصحافه القطريه بتقول ان خلاص حمدي فتحي يعني فاضل له حاجه بسيطه ويبقى في بيراميدز. طبعا لعيب جيد لا ننكر ذلك، حمدي فتحي لعيب جيد ولعيب كويس جدا، ويبقى قوه في نص ملعب بيراميدز. بس طبعا هم عندهم بلاتي توريه جامد، عندهم الكارتي جامد، عندهم لعيبه جامده، بس هم خلاص بيخلصوا حمدي فتحي، بيخلصوا حمدي فتحي. عندنا برضو يا جماعه الاهلي تقدم بشكوى للمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام ضد برنامج الكابتن كريم حسن شحاته، برنامج كوره كل يوم. والنادي الاهلي بيقول ان كابتن كريم حسن شحاته يعني بيذيع بعض الاخبار التي لا اساس لها من الصحه، وبيعمل نوع من التشكيك في نزاهه النادي والسخريه منه، ويقدموا اسطوانات عليها الفقرات اللي تم اذاعتها في البرنامج واللي النادي الاهلي معترض عليها. كابتن محمود الخطيب قام بزياره استاد النادي الاهلي الجديد، وتابع اعمال الحفر والشغل اللي شغال، واستقبل الكابتن محمود الخطيب محمد بيه كامل. وطبعا كان موجود مع الكابتن محمود الخطيب بعض اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي. كريستو لاعب النادي الاهلي هينتقل للنجم الساحلي اعاره، وهيتحط بند في عقد الاعاره ان النجم الساحلي ياخد كريستو بعد نهايه الاعاره مقابل 750 الف دولار. خوسيه ريبيرو عامل برنامج تدريبي خاص للمهاجمين وبرنامج تدريبي خاص للمدافعين للارتقاء بالمستوى الفني للجميع سواء المهاجمين او المدافعين. طبعا نتيجه للتصرفات اللي بيعملها وسام ابو علي والشغل اللي ملوش عازه اللي بيعمله، جماهير النادي الاهلي دخلت على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي هجمته بشده، وحقها. انت يا حبيبي بيني وبينك عقد، ولسه هتكلم دلوقتي في بيان مهم جدا جالي من النادي الاهلي. بس اقول لكم اللي عمله جماهير النادي الاهلي، دخلوا هجموه بشده على كل حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وده حقهم حقهم حقهم، لان الاهلي لم يخل باي بند من البنود اللي موجوده في عقد اللاعب والنادي. في عقد بين اللاعب والنادي، الاهلي ما اخلش باي بند. اللاعب بعد ما تهاجم هجوم عنيف جدا اضطر يقفل حسابه عبر الانستجرام بعد ما تروق كانت حفله الترويج،
حفلة الترويق، اسمها كده حفلة الترويق. عندنا ايه النهارده؟ عندنا حفلة ترويق على وسام ابو علي، نروقه، اتروق. اقول لحضراتكم بقى بيان اللي جالي من النادي الاهلي، افتحوا بس. النادي الاهلي بيقول لك العقد شريعة المتعاقدين، بيوضح لجماهيره. أعلن النادي الأهلي أنه يتمسك بموقفه الرافض لرحيل لاعبه وسام أبو علي مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وكان النادي يرحب برحيل اللاعب، ولكن العروض التي وصلت للاعب لا تتناسب إطلاقا مع القدرات والإمكانيات الفنية للاعب ولا تليق باسم وكيان النادي الأهلي. عندما أتى اللاعب من أجازته طلب الرحيل، أخبره النادي الأهلي بأن يحضر عرض يناسب قدراته ويتناسب مع النادي، ولكن اللاعب فاجأنا جميعا وقال أنه لا يملك عروض وليس لديه عروض غير العروض التي قدمت للنادي. العروض التي قدمت للنادي. النادي الأهلي يضع مصلحة النادي فوق كل الاعتبارات، وليس منطقيا أن يرحل اللاعب مقابل 6 ملايين دولار ويتقاضى راتب قدره 5 ملايين دولار. إن النادي الأمريكي الذي طلب التعاقد معه والذي يتمسك اللاعب بالانتقال إليه عرض على النادي الأهلي 6 ملايين دولار على دفعتين للحصول على خدمات اللاعب. في المقابل سيمنح اللاعب 5 مليون دولار في الموسم. يعني عايز ياخد الواد من الأهلي ب6 مليون دولار على دفعتين، ويديله في الموسم الواحد 5 مليون دولار راتب. فطبعا النادي الاهلي طبعا رفض الكلام ده ورفض الامر ده. سيلجأ النادي الاهلي لتطبيق اللائحه على لاعبه وسام ابو علي في حاله خروجه عن النص او عدم الالتزام بتعليمات بتعليمات الجهاز الفني للفريق وتنفيذ اوامر المدير الرياضي للفريق. يعني هيطبق عليه اللائحه، واحنا قلنا تم خصم 5% من عقده. النادي الاهلي اجل موضوع تدعيم الجهه اليمنى، وبعد ما كان حصل على توقيع احمد هاني لاعب سيراميكا اجل الملف ده ليناير. اقول لك اجله ليه؟ اجله عشان كريم فؤاد. كابتن محمد يوسف اتكلم مع خوسيه ريبيرو وقال له ان كريم فؤاد ما شاء الله لعيب جامد جدا، ولما يرجع ويتعافى ويسترد مستواه هيلعب في الجهه اليمنى ويقدم مستوى فني كبير جدا، وانه لعيب عنده قدرات كبيره جدا، وان احنا ممكن نصبر على مساله تدعيم الجهه اليمنى ليناير. فخوسيه ريبيرو اقتنع بكلام الكابتن محمد يوسف وقال خلاص نأجل لما نشوف كريم. طبعا هو عنده كده 3 في الجهه اليمنى، عنده عمر كمال عبد الواحد، عنده محمد هاني طبعا اللي بيلعب اساسي، وهينتظر عوده كريم. هنرجع تاني لاخبار النادي الاهلي، بس عندنا البنك الاهلي اعلن ضم سيد عبد الله نيمار من الزمالك 3 مواسم. هتقول لي طب مصطفى شلبي خالع يا باشا، مصطفى شلبي خالع، مفيش قعدات مع مصطفى شلبي، وشلبي لا يجلس مع احد ولا يتفاوض مع احد. في 5 مدربين هيظهروا في الموسم الجديد لاول مره. خوسيه ريبيرو في الدوري، طبعا اول مره في الدوري. خوسيه ريبيرو ظهر في مونديال الانديه. خوسيه ريبيرو في الدوري. يان كيفريرا مدرب الزمالك. ميولد حمدي مدرب الاسماعيلي. محمد شوقي اول مره يبقى مدير فني لزد. نبيل الكوكي مدرب المصري. بن شرقي نشر صوره ليه الراجل وهو في طريقه للنادي الاهلي، طبعا بعد ما وصل بالسلامه. بيراميدز عرض على الزمالك 40 مليون جنيه للحصول على خدمات محمد صبحي حارس الفريق. بيراميدز لجأ للخطوه دي بعد ما فشل في ضم محمود جاد لاعب المصري. محمود جاد حارس المصري متمسك بيه رغم انه فاضل له موسم في عقده، بس المصري عشمان يجدده. المهم هم عرضوا على الزمالك 40 مليون جنيه لضم محمد صبحي. المعلومه اللي عندي ان الزمالك بيدرس الامر، بس لو خد قرار ببيع صبحي هيطلب 70 مليون جنيه عشان يعدي الفقر بقى. الزمالك حالته صعبه، صبحي ده اللي هيعديه، هيوصله بقى.
يعدي النشفان اللي هو فيه ده، في نشفان جامد. المصري هيسافر تونس علشان خاطر يقود معسكر اعداد، والنادي الاهلي برضه هيسافر تونس هو كمان يعمل معسكر اعداد في تونس. كريم الدبيس بيقول لك كولر مراوغ يقول ما لا يفعله. قال لك اكتر مدرب مراوغ اتعاملت معاه كولر، يقول كلام كتير ما بيفعلش منه حاجه. قال لك كنت اجتهد جدا في التدريبات واعمل تدريبات كويسه، ويجي بعد التدريب هو اللي يجيبني ويقول لي انت هتبقى معايا، تستعد الماتش الجاي والسلامه، ولا ياخدني الماتش الجاي ولا يسال فيا، الاقي نفسي بره السكور خالص. وبعد كده قال لك انا ما كنتش مصدق ان زيزو هينضم للنادي الاهلي، لكن الحقيقه زيزو لاعب محترف بيتعامل باحترافيه كبيره ولاعب مسؤول، والوحيد اللي اخبرنا بانضمام زيزو لصفوف النادي الاهلي كان محمد هاني. قال لك اول واحد اخبرنا باتمام الصفقه كان محمد هاني. محمد شكري الوافد الجديد وصفقه النادي الاهلي الجديده بيتكلم عن المنافسه في الدوري، وابو شكري بيقول لك المنافسه هتكون صعبه جدا. بيقول لك السنه دي المنافسه هتكون صعبه في مسابقه الدوري، وقال لك المنافسه اعتقد ان هي هتكون ثلاثيه بيننا وبين الزمالك وبيراميدز. وقال لك احنا ان شاء الله هنستعد بشكل جيد جدا للموسم، وان شاء الله يبقى موسم خير علينا ونحقق كل البطولات اللي هنشارك فيها. وقال لكن لازم نبقى منصفين ان بيراميدز تطور بصوره كبيره وبقى عنده سكواد قوي، واعتقد برضه انه هيكون منافس قوي للاهلي على مسابقه الدوري العام. اتحاد الكوره هينظم دوره الرخصه برو، وده شيء رائع جدا جدا وشيء ممتاز. ومساله تنظيم الرخص التدريبيه في مصر ما كانتش للاسف، جت فتره كده وقفت خالص، ما عندهاش اي دورات تدريبيه لاي مدرب، لا محليين ولا من خارج مصر. اللي اعاد منح الرخص من مصر واعاد الدورات التدريبيه مره اخرى للمدربين كلهم الكابتن علاء نبيل والدكتور جمال محمد علي. الثنائي العظيم دول كابتن علاء نبيل والدكتور جمال محمد علي هم اللي اعادوا مره اخرى الدورات التدريبيه للمدربين من مصر، افريقيا، الوطن العربي، اسيا، اي مكان في الدنيا لمصر. وبقت مصر هي بتمنح اكبر رخصه في افريقيا البرو. اي مدرب في العالم عايز ياخد رخصه برو يجي مصر هياخدها معتمده من الكاف، معتمده، دوره سليمه، دوره ممتازه، دوره رائعه. طبعا عمل رائع جدا يشكر عليه الكابتن علاء نبيل ويشكر عليه الدكتور جمال محمد علي. اسماعيلي بيحاول يقنع الواد احمد عادل عبد المنعم ان هو يكمل معاه. اسماعيلي ما عندوش قيد وعادل عبد المنعم موجود في القايمه، فعايزين يجددوا له عقده علشان يكمل معاهم ويعيشوا الدنيا يعني، والراجل يقف جون. دي الاسماعيلي حالته صعبه. حامد حمدان لاعب بتروجيت عمل واقعه مش تمام، واقعه متخطط لها. عارف انت كده لما يكون في واد ناشئ بيلعب في فريق صغير يعني وفريق اكبر شويه لعب في دماغه، يروح المدرب اللي عايز يقول له ايه، اتخانق مع المدرب بتاعك، كلمه بطريقه وحشه قدام العيال، اعمل معاه لقطه عشان يزهق منك ويمشيه. الجو القديم ده جو قديم معروف يعني. حامد حمدان افتعل ازمه في تدريب بتروجيت، اتخانق مع زميله وبعد كده اتكلم بطريقه غير مناسبه مع الكابتن سيد عيد. انتوا عارفين ان حامد حمدان عايز يروح الزمالك، والجو اللي بيعمله ده جو قديم قوي عشان يجبر بتروجيت يبيعوه للزمالك. بعد ما اتخانق مع زميله وانفعل على زميله بصوره مش طبيعيه، اتكلم بطريقه غير لائقه مع الكابتن سيد عيد. فطبعا الراجل يعمل ايه؟ طرده بره التدريب. طرده بره التدريب. زي ما قلت لكم طريقه بلدي قوي، واتعملت كتير قوي في الناشئين. اتعملت كتير قوي في الناشئين. عندنا بقى يا جماعه الزمالك بيجهز نفسه انه يخوض مباراه امام احد فرق الدوري او احد فرق الدوري، وفي الغالب الزمالك هيلاعب الحرس. الزمالك حصل على 7 مليون جنيه و800 ألف من صفقة انتقال ياسين مرعي من فاركو للأهلي، لأن طبعا ياسين مرعي كان بيلعب في الزمالك، وفاركو اشتراه من الزمالك ب 2 مليون جنيه على قسطين. والزمالك ساعتها حط بند ان لو ياسين مرعي اتباع ياخد 15%. 15% بتوعه 7 مليون و800 ألف جنيه. الزمالك استبعد شلبي من معسكر العاصمة الإدارية، والزمالك عامل معسكر في العاصمة الإدارية
وهيقابل احد فرق الدوري زي ما قلنا خلال المعسكر. استبعد شلبي. شلبي فين؟ شلبي في البيت. روح يا شلبي اقعد مع البنك الاهلي. مش هروح، لان المقابل المالي مش عاجبه. البنك الاهلي عايز يديله 10 مليون، شلبي عايز 20 مليون. موضوع بعيد قوي، الموضوع بعيد قوي مع ابو شلبي. وادي دجله تعاقد مع احمد الشيمي لاعب الاتحاد السكندري في صفقه انتقال حر. الحقيقه يا جماعه بتوع دجله ضموا لعيبه كتير قوي من الاتحاد، ضموا لعيبه كتير قوي من الاتحاد. مستر خوسيه ريبيرو خلال ان شاء الله ساعات او تحديدا غدا يعني بالكتير هيعقد جلسه مع الكابتن محمود الخطيب. جلسه هتكون مهمه جدا جدا. الجلسه دي طبعا الكلام فيها على مركز صانع الالعاب، وعلى مركز المهاجم، وعلى موضوع اشرف داري. اشرف داري اختلف مع احد الانديه السعوديه بعد ما النادي الاهلي سمح له بالجلوس مع مندوب النادي السعودي. اختلف على الراتب. اللاعب الحقيقه غالى جدا جدا في طلبه المالي. طلب الحصول على $1,500,000 في الموسم، ضعف ما يحصل عليه مع النادي الاهلي. النادي السعودي كان عايز يزوده $50,000 عن راتبه في النادي الاهلي، يعني يحصل على $800,000. لكن اشرف داري طلب $1,500,000. فالنادي السعودي طبعا ما عجبوش الكلام، لكن لسه علمت ان لسه المفاوضات شغاله. اقولها تاني، الاهلي عايز يزحزح اشرف داري بره القايمه علشان يفتح مجال للاجانب. وبرضه خوسيه ريبيرو هيتكلم في موضوع اجراءات اشهار. وطبعا زي ما قلنا في اكتر من مهاجم الاهلي حطه في حساباته. الجلسه برضه هتبقى على حسم صفقه المهاجم. طبعا في ظل اللي بيعمله اسامه ابو علي، واللي بيعمله كده معناه ان اللعيب مش هيبقى نازل مركز اصلا الموسم الجاي. بالبلدي كده ما تاخدش منه خير. واحد مش عايز يعني مش عايز اقول لكم بيعمل ايه، عشان في الاخر الناس بترجع تشتمني انا، تفتكر ان انا اللي قايل له يعمل كده. اللاعب يعني بيعمل تصرفات صعبه، يعني سيء العند. واللاعب اللي زي ده لا يتعور لا ما يديكش مستوى. مش مركز في الملعب، هو سيء معاك العند. طيب اللاعب اللي زي ده بقى تقرص ودانه ازاي؟ تلوي دراعه ازاي؟ بلعيب جامد يخلص عليه في الملعب. لعيب جامد تجيب واد صفقه جامده، بخ يا باشا، يتلج على الدكه، يتلج على الدكه، يتلج، يفضل قاعد على الدكه لما يتلج. فالجلسه يبقى فيها كلام على خط الهجوم بصوره كبيره، كلام بصوره كبيره. هنتابع ونشوف. استاذنكم شيروا اللايف. اخواتي وحبايبي واصدقائي بشكركم جدا جدا. كان معكم الناقد الرياضي علاء حماد.